هل فعلا الشوز دي هي احسن شوز للبنطلونات الاوفر سايز؟ لو انت ستايلك اصلا رايح ناحيه الباجي جينز والاوفر سايز فيت، فده الشوز اللي فعلا هيركب معاك فورا. دي شوز مش سليم ولا خفيفه، ليها بريزنس لطيف قوي، وفعلا بتبان احسن لما بتلبسها مع بنطلون واسع او كارجو، او حتى لو هتلبسها مع سويت بانتس. اديداس فورم لو من النوع اللي بيكمل اللوك بتاع الستريت ستايل من غير ما تبذل مجهود، وده لان هي معموله اصلا للريلاكسد فيت اللي بقت ماليه الدنيا دلوقتي. ايه بقى حكايه اديداس فورم لو ده، وهل فعلا هي حلوه ولا لا؟ في الفيديو ده مش هحكي لك تاريخ وخلاص، هنعرف ليه الشوز دي مختلفه فعلا، هنتكلم على الفيت، عن الماتيريال، عن المميزات، عن العيوب، وكمان في الاخر هقول لك تلبسها على ايه بالظبط عشان تطلع باحسن شكل. لو بدانا بالشكل والتصميم، فدي فعلا اكتر حاجه بتميز اديداس فورم لو. الشوز دي مش معموله بشكل بسيط او ساده، بالعكس التصميم معمول بلايرز كتير كانها اجزاء فوق بعض، وده بيديها عمق وشكل اغنى من شوزات كتير تانية بتبقى سطح واحد وخلاص. فورم لو كمان تعتبر شانكي بشكل متوازن جدا، يعني مش ضخمه زياده، بس في نفس الوقت ليها بريزنس واضح في الرجل. النوع ده من التصميم بيخلي الشوز تبان قويه وملفته، مش تايهه وسط اللبس، وده سبب ان ناس كتير بتحبها كلايف ستايل سنيكر مش مجرد شوز وخلاص. النقطه الاهم ان فورم لو بيشتغل جدا مع ستايل اللبس الفتره دي، وايد ليج بانتس، الاوفر سايز فيت، حتى السويب بانتس اللي بتبقى نازله واسعه دي. الشوز هنا بيكمل اللوك بشكل طبيعي جدا، لان حجمها بيكون متناسب مع اللبس الواسع، وطبعا بتدي توازن للاوتفيت كله. كمان السلويت بتاعها مميز جدا، اول ما هتشوفها هتعرف ان هي فورم، وده بيديها شخصيه واضحه وسط موديلات كتير شبه بعضها. التصميم ده مش بس معمول عشان يبقى شكله حلو، لا ده كمان بيدي احساس ان الشوز ده بريميوم ومتصممه بعنايه. الماتيريال، ودي الحاجه اللي بتخليك تحس ان الشوز بريميوم اكتر شويه في سعرها. من اول ما بتمسك الشوز دي في ايدك بتحس ان الخامات مختلفه. الشوز دي معموله من ليذر محترم، مش جلد خفيف او رخيص بيبان عليه الاستهلاك بسرعه، وده بيخليها تبان بريميوم وغاليه من اول ما تمسكها في ايدك. في موديلات كتير منها بيكون فيها سويد تاتش بسيطه زي اللي معايا. الميكس ما بين الليزر والسويد بيخلي الشكل اغنى واغلى، وبيزود من فخامه الشوز. التفاصيل دي عاده بنشوفها في سنيكر اسعارها اعلى بكتير، حتى لو الشوز لونها بسيط. وطبعا الماتيريال اللي بتكون بريميوم بتخلي الفاليو بتاعه الشوز اكبر واحسن. كمان هنا الموضوع مش ستايل بس، الخامات دي كمان بتفرق في التحمل. فورم لو من الشوزات اللي تقدر تلبسها كتير من غير ما تحس انها بتتبهدل بسرعه. اللايرز اللي فيها بتستحمل وسهله في التنظيف مقارنه بشوزات سويد كامله بتحتاج عنايه اكتر. هي فعلا كلايف ستايل سنيكر شوز محترمه جدا، وفعلا هتعيش معاك. من اهم الحاجات بقى اللي لازم تعرفها عن اديداس فورم لو هي الفيت بتاعها على الرجل، لان دي شوز شكلها شانكي شويه، فطبيعي تسال هل هي هتبقى مريحه وهل المقاس مظبوط. بشكل عام لو فورم بتيجي بمقاسها مظبوط لمعظم الناس، يعني لو بتلبس مقاس معين من اديداس غالبا هيجيب نفس المقاس اللي انت بتلبسه في العادي. بس اللي لازم يتقال ان الشوز دي مش سليم سنيكر، هي اوسع شويه وفيها مساحه اكتر قدام، وده بيخليها مريحه جدا، خصوصا لو رجلك مش رفيعه قوي زي حالتي كده. الابر معمول بطريقه تخلي رجلك ثابته جواها من غير ما تحس انها خانقاك، وفي نفس الوقت لو حد بيحب الاحساس الضيق جدا او الشوزات المينيمال اللي بتبقى لازقه في الرجل، ممكن يحسها اكبر شويه في الشكل والاحساس. كمان بما انها لايف ستايل فهي معموله عشان تلبسها في اليوم العادي والخروجات الطبيعيه، فالفيت هنا معمول للراحه والستايل في نفس الوقت. يعني الفيت بتاعها هنا مش بس مريح، ده كمان جزء من اللوك نفسه. الفتره دي الموضه كلها رايحه ناحيه اللبس الواسع، بنطلونات وايد ليج، كارجو، هوديز كبيره، وجاكيتات بوكسي شويه، حاجات كتير، وده محتاج شوز يكون ليه شخصيه عشان اللوك يبان فعلا مظبوط على كل الكلام ده. لو فورم هنا بتفرض نفسها لانها شانكي بشكل مظبوط، مش سليم سنيكر صغيره بتضيع تحت البنطلون الواسع، وفي نفس الوقت مش ضخمه زياده عن اللزوم تبان مبالغ فيها. هي نقدر نقول في النص بالظبط، وده اللي بيخليها فعلا واحده من احسن الاختيارات للستريت وير. كمان التصميم بتاعها فيه الوان كتير واكتر من مكان بيخلي شكلها اغنى، فحتى لو لابس اوتفيت بسيط جدا الشوز لوحده بيدي ابجريد للستايل بتاعك. الناس بقى اللي بتحب تلبس بيسك قوي، وايت تي شيرت وبنطلون جينز، لو هتلبسها عليه فعلا هتنطق الاوتفيت وهتبين ان في حاجه مختلفه. في ناس كتيره جدا دلوقتي بتعتبرها جين زي يونيفورم، شوز سهله تلبسها مع اي اوفر سايز اوتفيت، وكمان بتبقى ضامن ان شكلها حلو ودايما مظبوط. عايز اقول لكم ان ساعات بلبسها على الشورتات بتبقى حلوه جدا في الصيف. اهم سؤال عملي لاي حد بيفكر يشتريها دلوقتي هو هل هي مريحه في الاستخدام اليومي ولا ماسكه على الرجل، وده ممكن حد يفكر فيه بسبب ان الشوز شكلها شانكي شويه، فطبيعي ممكن حد يتوقع انها مش اخف حاجه في الدنيا. بس لو فورم تعتبر مريحه جدا
كلايف ستايل سنيكر، تنفع للشغل للجامعه. الكوشننج بتاعها كويس والإحساس تحت الرجل مريح جدا، بس في نفس الوقت لازم نبقى واقعيين شويه، هي مش رانينج شوز، وزنها اتقل شويه من مينيمال سنيكرز زي ستان سميث مثلا، وده بيخليك تحس انها ثابته اكتر على الارض. بس لو هتمشي بيها كتير قوي ممكن تحس فعلا ان هي متعبه شويه مقارنه بشوزات اخف. الميزه هنا ان الوزن ده بيديها ستابيليتي وكمان بيخليها مريحه طول الوقت، يعني لو استخدامك الاساسي هي ديلي كاجوال وير ولو فورم تكون مناسبه جدا ومريحه جدا بالنسبه لك. لكن لو بتدور على شوز خفيفه جدا للمشي الطويل او السفر ممكن تبقى في اختيارات تانية احسن. اللي بيأكد برضو ان اديداس فورم لو مش مجرد شوز عاديه، انك هتلاقيها ظهرت فعلا مع سليبرتيز ليهم وزن كبير قوي في عالم الفاشن. اوضح مثال طبعا هو باد باني، واحد من اكبر دلوقتي الارتست الموجودين في العالم، واللي عمل كولاب رسمي مع اديداس على فورم لو اصلا، ومن اشهر النسخ كانت نسخته ايستر ايج. الكولاب ده خلى الشوز تدخل عالم الهايب كلتشر، او بمعنى اصح الهوس بالحاجات الترند اللي عامله دوشه. وفعلا السنيكر من ساعه ما ده حصل عامله هايب لطيف جدا في الحته دي. وبرده من اشهر السليبرتيز اللي ظهرت بيها كانت كيندل جينر، ودي معروفه ان اختياراتها في السنيكرز بتبقى دايما جزء من ترند الستريت ستايل. وجود اسماء زي دول يخلي فورم لو مش مجرد جزمه حلوه، دي سنيكر ليها هيبه وحضور في ثقافه الفاشن نفسها. طيب ممكن برضو يجي في دماغك انضفها ازاي، لان اغلب الموديلات بتكون ليزر ومعاها سويد تاتش زي اللي معايا كده، فمش هينفع تتعامل معاها زي اي شوز وخلاص قماش. بالنسبه للليذر الموضوع سهل جدا، اي فوطه ناعمه مبلوله بميه بسيطه مع نقطه صابون خفيف كفايه قوي، هتشيل التراب والعلامات اللي هتبان من جنب وقدام. اهم حاجه بقى ما تستخدمش حاجه خشنه عشان ما تخدش الجلد الناعم ده. اما لو عندك السويد في اجزاء صغيره منها، السويد مش بيحب الميه كتير، الافضل تستخدم السويد براش او فرشه ناعمه جدا تنضفه وهو ناشف الاول، ولو في بقعه صعبه ممكن نقطه ميه بسيطه جدا بعد كده. بالنسبه للنعل الابيض والسول من تحت ممكن يتنضف بفرشه سنان قديمه عندك شويه مع شويه بيكنج صودا او صابون مخصوص للسنيكرز. ونصيحه مهمه، بلاش تحطه في الغساله لان ده بيبوظ الشكل والماتيريال مع الوقت. ونضفه اول باول، فعلا مش هتحتاج مجهود معاه كتير في الغسيل. الجزء اللي طبعا انت بتسال نفسك من اول الفيديو عليه بكام، هي سعرها غالبا بيكون في حدود $100 ل $130، يعني حوالي من 5 ل 7000 جنيه في مصر حسب المكان والاديشن. طبعا ساعات بيبقى فيه ديسكاونتس في اديداس عليها. فعلا هي بصراحه من الشوزات اللي بتدي فاليو كويسه قوي مقابل السعر بتاعها. الماتيريالز الليزر محترمه غير الاديشنز اللي فيها السويد، والديزاين فيه تفاصيل كتير تخليها تبقى فعلا بريميوم قوي على سعرها، بالعكس هي باينه اغلى اكتر.